السلام عليكم. سهل جدا تجيب فلوس من اي حاجه، تجيب فلوس من الهوا. بس خد بالك الفلوس الحرام ما بتدومش. يعني ممكن تعمل حاجات على تيك توك، حاجات على يوتيوب، حاجات كذا، حاجات بدون محتوى خالص، وفي الاخر هتجيب لك فلوس لان في ناس كتير بتتفرج والسلام. بس ده كله فلوس في الهوا، ده كله فلوس من حرام. طب عاوز تجيب فلوس من حلال، يبقى تركز في اللي انت بتعمله. اول حاجه، انت في ثالثه ثانوي او انت في تانية ثانوي، ما ينفعش ان انت تقول عايز ادخل ثالثه ثانوي واجيب مجموع كبير، وبعد كده اطور نفسي وادخل كليه لها لازمه واشتغل واجيب فلوس من الحلال. انت نفسك مستواك لسه المستوى الاول. يعني لو عملت اختبار تحت مستوى تلاقي مستوى اول تاني تالت. مش هينفع تدخل على منهج ثالثه ثانوي على طول وتقول انا عاوز احقق واجيب النهايه وبعد كده استفيد، يكون معايا لغه ادخل بيها كليه تنفعني. مش هينفع. يبقى انت لازم تبدا من بدري، لازم تبدا بكورسات عاديه خالص، كورسات تحفيز، كورسات تحدث واستماع وقراءه وكتابه، تخرج نفسك بره مود الانجليزي القديم اللي هو مجرد بحفظ كلمات وبشوف قواعد بس، اللي مصعب عليك الدنيا ومخلي عندك مشكله لسه في الانجليزي لغايه دلوقتي. لا، انت لازم تحتاج او انت محتاج تبدا من بدري قوي، على الاقل مثلا من شهر 6 اهو تبدا تاخد كورسات، تدرب نفسك، تاهل نفسك شهر شهرين علشان لما تدخل على منهج ثالثه ثانوي يبقى انت عندك استعداد قوي ان انت تتعلم كلمات كبيره وقواعد معقده، وتعرف تكتب. مش مجرد ان انت تقفل الامتحان بس، انت عاوز تجيب درجه كويسه ان شاء الله، وفي نفس الوقت تستفيد بلغه تنفعك وانت في الكليه، لان دلوقتي معظم الكليات او حتى كل الكليات بقت الانجليزي فيها جزء اساسي. ركز، محتاج تبدا من بدري، اعرف هدفك، حاول تحققه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.